مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناتي وصفات وتدابير صفية. اليوم جيتكم بتدبيرة لتسليك المجاري المسدودة. يعني هذه التدبيرة راح تنفعكم باش تسرحوا الحوض تاع المطبخ، تسرحوا الحوض تاع الحمام، لي تواليت حاشاكم، المجيريات، يعني اي بلاصة عندك تتبوشالك ما عليك غير ديري هذا المنتج، راح تتسرح في رمشة عين، وايضا راح تقضي لك على الروائح الكريهة تاع المجاري. يعني انا شخصيا هذا الحوض تاع المطبخ دائما يتبوشالي. هنا شوفوا البنات، هذا هو المنتوج، هو عبارة على ديبوشور، يعني مسلك المجاري. هذا الديبوشور يعني كاين عدة ماركات في الأسواق، كاين هذا الماركة تاعنا صح، كاين ماركات أخرى، وكاين أيضا يتباع بالميزان عند الكنكيري، يعني تشريه بالميزان قيس ما حبيتي. اذا البنات هذا الديبوشور تلقاوه في المحلات، في سوبيرات، تلقاوه في الجهة تاع مواد التنظيف، يعني تروحوا لجهة مواد التنظيف راح تلقاو هذا الديبوشور. كيما هذا البنات فيه 400 غرام يدير 20,000، وكاين القرعة الصغيرة دير 15,000، وكاين بزاف ماركات البنات. وهذا البنات نفعني بزاف، يعني وليت ما نستغناش عليه، يعني غير تخلص لي قرعة نروح نشري قرعة وحدة أخرى. يعني أنا دايما مرة على مرة نرميه يعني في المجاري راح يسرحهم. وكاين ايضا هذه الماركه فان مليحه، هذا تاع اكسيون، هذا ماهوش غالي يدير 12,000، ولكن ناقص في الميزان يدير فيه 150 غرام. اذا الاصفر يدير 12,000 والاخر يدير 20,000، وكاين تاع 15,000. يعني هذو هما، كاين عده ماركات في السوق، وتحبي تشريه بالميزان تروحي عند الكنكيري ويوزن لك بالميزان. اذا هذا ديبوشور البنات كما قلت لكم راح يسرح المجاري المسدوده، وراح ينفع باش يقضي لك على الرائحه الكريهه. كما نعرفوا المجاري يعني دير فيها واحد الرائحه كريهه بسبب يعني واحد الطبقه سوداء، يعني باش تتخلصي من الرائحه الكريهه مره على مره ترمي هذا الديبوشور راح ياكل كامل هذيك الطبقه السوداء، وبالتالي راح تختفي الرائحه الكريهه. وهاوليك من الداخل كيفاش جاي، يعني جاي كيما الملح وحبيبات، يعني هو عبارة على هيدروكسيد الصوديوم، يعني فيها مكون واحد هو هيدروكسيد الصوديوم. اذا شوفوا البنات، هذا قبل ما تستعملوه لازم الحوض تاعك ما يكونش فيه الماء هكذا كما راكم تشوفوا. انا دوكا نحي هذا الماء نشفه ولا نخليه يروح وحده، يعني راهو يروح بشويه، نخليه يروح ومن بعد تشوفوا كيفاش طريقة الاستعمال. يعني البنات انا والله غير راني نعاني مع هذا الحوض تاع المطبخ، كان مره على مره يتبوشالي، راني شافيه اول مره ما كنتش نعرف هذا المنتوج، يعني رحنا كسرنا كامل الكلاج من تحت باش سرحناه، يعني والله غير درنا شغل كبير باش سرحناه. ولكن ملي عرفت هذا المنتوج وليت يعني نستعملوه غير هو وما نستغناش عليه. اذا شوفوا البنات، تحطوا في المره الاولى كميه هكذا تاع الديبوشور، ومن بعد تجيبوا حوالي رتل من الماء الساخن لدرجة الغليان. لازم الماء سخون يغلي البنات، ديروه يغلي فوق النار ومن بعد ترموه فوق هذاك الديبوشور اللي حطيتوه. هاوليك الماء تاعي راهو سخون يغلي، راح نحطه فوق هذيك الكميه وبعدوا من فما البنات لانه راح يغلي، يعني تخافوا يقيسكم ولا، يعني كي تكونوا ديروا هكذا في الماء لازم تبعدوا شويه، يعني غير ترمي الماء تولي هكا الغليان، يعني يولي يغلي هذاك هيدروكسيد الصوديوم، وبالتالي كي يولي يغلي هكذاك راح ياكل كامل واش كاين في طريقه. يعني اذا كان كاين دهون متراكمه ولا مثلا في الحمامات الشعر ولا اي حاجه راح ياكلها، يعني راح تتاكل. ولا مثلا رميتو كش حاجه في الحوض، يعني هذيك البقايا تاع الاكل رايحه كامل تتاكل، ويتسرح المجاري تاعك يتسرح. يعني شوفوا نرمي بالشوي ونزيد الماء سخون، نرمي ونزيد الماء سخون، يعني راح تلقاو طريقه الاستعمال مكتوبه في العلبه. يعني تقول لك اول مره حطي كميه تاع الديبوشا ومن بعد تحطي الماء ساخن وتخليه يغلي، هذه المره الاولى. يعني واحد الغليان راني نسمح فيه، يعني المجاري الداخل راهم يغلوا، وبالتالي راهو يتاكل كامل هذاك البقايا يعني تاع الدهون والاكل اللي راهي ساده المجاري. وهنا البنات راح نزيد ريتله تاع الماء سخون يغلي، يعني كما شفتوا المره الاولى درنا ديبوشور ودرنا كميه قليله تاع الماء وخليناه يغلي، والمره الثانيه تحطي ريتله كامله تاع الماء، يعني شوفوا كيفاش هو يغلي. ودوكا نخليه حتى يتسرح وحده، يعني تخليه هكذا يغلي حتى يمشي وحده، يعني راح يسرح كلش في طريقه. نخلوه هكذا كي يروح كامل هذاك الماء راح تفتحي العين تاعك وتلقاي المجرى تاعك تسرح تماما، يعني راح تلقاي الحوض تسرح.
وهنا خلاص البنات الحوض تاعي راهو تسرح، يعني الماء راهو يروح بسهوله. اذا شفتي الحوض تاعك ما تسرحش زيدي له كميه تاع الديبوجور. وهذه هي تدبيرتنا تاع اليوم البنات. عرفتكم بمنتوج يسرح المجاري، الاحواض، الحمامات، المراحيض، يعني جربوه ماكوش راح تندموا. وفي الاخير حبيباتي ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه باش توصلكم فيديوهاتي، والى اللقاء.